يا الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم. طبعا نعتذر عليه الانقطاع الطويل بسبب المشاغل اللي هي شنو يعني فوق طاقة الواحد، يخلي الواحد لا إله خلق لا الطير ولا يقدر يوصل لطيور ولا إله علاقة بطيور. مستجداتنا تنظيف، اليوم متفرغين للحمام فتنظيفه سريعة الهين. جبنا طيور ولله الحمد جدد، بس حمام اللي هو عليه الاعتماد، يعني مو طيور هيك شلون ما كان. احنا ذنيك اللي كان عندنا قد حققنا بيهن مراكز، قد سوينا بيهن اوائل وشي، بس دائما هاو الزاجل يطمح للافضل، يكون عنده حمام يعني تطور ما يوقف عند حد. اللي جبناه نجدد. خلينا نبدأ بمال السباق الكبار. اول شي عندنا هذا التشيني واحد، هاي السودة وفحلها اثنين، وهاي الطيرة، وهاي السودة، هاي الحبرية، هذا التشيني. هسه نحسب لكم اياهم. هذيك اللي طويرني هذا فحلها جديد. وعندنا البيض، هاي واحد، وين البعد الثاني، وهذا الثاني. كم طير راح يسابقن بالكبار هاي السنة؟ عندنا واحد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، واثنين بيض، 11. هذا بالنسبة للحمام اللي راح يسابق ويا الكبار. حمام الأفرخ هسه نحكي عليه. الأفراخ اللي راح يسابق ما طولنا احنا هنا بهذا البرج. هذا التشيني الجديد، هذا الطيرة مالته بطلة هياه، هذه لا العفو هاي امها، هذيك الطيرة بطلة سابقت بالأفراخ السنة اللي راحت وحققت مراكز أولى. هاي طبقة الثانية، هذا مسابق عندنا مراكز 100%. وهاي الطيرة السوداء، احنا مزرقين كنا جواهن بنات بيض اللي سابقا عندنا هذين الزوج هم نسحب من عندهن بيضاء، هم نسحب ان شاء الله فرخات طيور ابطال اثنيناتهن. عندنا وين مخشم الطويرني هياه، هاي احنا نصيح لها المغولية. هاي الطيرة زاوجة على هذا التشيني، هم جديد الطير. هذا الحمام نسميه الفئة المجهولة، فرخاتهن الفئة المجهولة، لا تسألنا على سلالاتهن وشهايدهن، اسألنا عن نتائج، لأن جبنا الحمام أبو الشهايد أكو حقق وأكو ما حقق عندنا، فجبنا هسه الأبطال أو اللي حمام اللي يحقق عندنا. فلترنا الحمام، سوينا تفريخ مشترك، واللي احنا اثنيناتنا أبطال، اثنيناتنا طلعنا نوادر الحمام اللي عندنا وسوينا يعني طبقناه بيناتنا، ركبناهن بيناتنا حتى نطلع افراخ بعد وسرعات اقوى من السرعات اللي اجت عندنا. احنا مستحيل اجانا طير بالسباق سرعته جو الالف، مستحيل ابد ما صارت عندنا. لكن وطلعنا ال 1300 وال 1400 طلعناها بسهوله، لكن نطمح الى سرعات ونتائج اكثر. وضربنا زناجيل، يعني زنجيل تجي تسجل عندنا 12 و10 طيور، بس احنا لا، مو هذا الطموح. الطموح كل الطيور الان مسلمها للسباق، من اول طير مثلا مسلم الى 50، اقل شيء انا اسجل من اول الى 30، كلهن المراكز ذن ال 30 الاولى الي، وما اريد واحد يدخل وياي بال20. هذا الشغل اللي ان شاء الله نسويه، او اللي طموحنا للسنه هذه اللي راح يصير بها السباقات هواي هاي السنه. الاعداد مال المتسابقين هوايه، حمام عدد كل الزين، يعني لا بأس به. اتجاهات 4 اتجاهات، هو هذا احنا سباقنا مال فنلندا. فيعني بس الانسان طموحه، يعني انا شنو الفائده اسجل مثلا اول 5 مراكز واول 7 مراكز؟ هذه مو طموحنا، احنا اثنيناتنا ابطال. فاللي نريده لا، مسلمين 40 50 فرخه مثلا نصعد ان شاء الله حسب توفيق رب العالمين للسباق. فهاي الفرخات
اذا مسلم مثل ما قلت، اذا مسلم 40 يكون اول 20 مركز مستحيل واحد يدخل وياي بيهم، سباق الافرخ. الكبار هو احنا عندنا 11، يعني نحاول فد طموحنا عليهن اول 5 مراكز مثلا يكونن انه نوقف للفيديو ونروح للبرج الثاني مال الزق، لان هذا هو برج المطيار، هذا راح يصير برج السباقات. وهذا دخول الحمام من هنا مثل كل صيفيه. البنزك هناك راح يصير المهبط ماله. فهاي الطيور وهاي الشغل مالها. نحولكم وين؟ على برج الزق. تعالوا عم البرج الزق. احنا من نفتح التصوير تليفون ساكت ابد، من نفتح التصوير يا اخوان تشتغل التليفون على الواحد. نشغل هنا الضوء. بعض التصليحات وين؟ بهذا البرج. عيوني هذا الحمام، هذا الطيور اللي ان شاء الله بناتهن راح تسابق. عندنا 4 بيض، يعني راح احنا عندنا ذنيك بالكبار بيض راح نصعد زوج. بس شنو عندنا؟ عندنا هاي الطيره والفحل ذني خوات. وينه؟ شو يجيب الابيض فوق صاعد؟ الابيض وينه كما هذا النياهي ما ادري واضحات. هذا الطير بصم مراكز اولى عندنا، هاي على طوقناه وبنات ما شاء الله يعني اخذوهن فد شي درجه اولى. يشوف الفيديو اذا شاف ابو فاطمه من السويد يكتب لنا بالتعليق على بنات البيض، وخصوصا بنات هاي مذيل الاسود. تنظيفات يراد شويه لهذا البرج. بس هذا حالاته شنو؟ هاي الارضيات يبقى يعني فتره طويله تقدر ما تنظفها. عندنا مزاويج منا هي خبطه، صار يعني صار يومين من نقلنا الطيور، فبعدها مخبوطه علينا. بس هو شنو يزوج على يا طيره تزوج على اي فحل هن يذبن، مو طيور يذبن، قنابل عمي. ان شاء الله هاي السنه مثل ما قلنا لكم التبصيم نريده فد شي يعني فوق الخيال. هو مو صعب يعني، مو هواي علينا من يكون هذا طموحنا ان نريد حمام يبصم بالمراكز الاولى. مو صعب علينا او مثل ما قلنا ال20 الاوائل المراكز كلها، انه مو لان الحمام اللي عندنا والشغل الصحيح هو اللي يخلي الطير او يخليك تبصم بالمراكز الاولى. عندك سلالة صحيحة وعندك ادارة صحيحة، انت ضامن الفوز 90%. من يكون حمامك شيء راقي ومن يكون عندك الادارة الصحيحة انت ضامن الفوز. بعد هواي امور اكو يعني ما تخاف من عندها، شنو المقابلك وشنو شغله وشنو حمامه. اذا انت متاكد من طيورك، واحنا هاي ما شاء الله الحمام صار بنات هذني يعني السنه هاي الثالثه تسابق وتجيب مراكز، والله يجي عازل عن الحمام. 4 اتجاهات يجي جار الحمام كله، ولا العمر اقل. واحنا نشوف ان يجي جارات حمام وياهن يعني من سنة عمره 10 اشهر وانت مسابقه بالريشتين وساح الحمامه وجايبه وياك. عندنا هذا الطير، هذا الطويرني هسه غيرنا طير تطوقناه على هاي. هو ابنه هذا الابيض على هاي الطير البيضة. كانت الطير هذا بيلجان اردن طويله على متوسطه، فما شاء الله طيور حققا تحقيق بناته اكو. هسه غيرنا الطيره على هاي، مو ضعف بديك الطيره، بس ردنا حمام ابيض ومتاكد من فحل مسابق، يلا نطبقهن بناته سابقا بناته وخوش حققا. فغيرنا هاي الطيره وسوينا زوجين بيض عندنا مثل ما قلت لكم. هذا الزوج الزوج ذاك اللي فوق. شي على شي بيضات عندنا طيور بيضاء، وعندنا طيور علم بياض، وعندنا طيور ان شاء الله يعني عن قريب راح تزوج. حبايبنا نعتذر اول شي عن الاطاله لان الفيديو طولناه عليكم. الشغله الثانيه الانقطاع الطويل بسبب
المشاغل هواي واحد المشاغل عندنا كلش هواية، يعني تنظيف استوني يلا نظفت. فإن شاء الله تطلع الأفراخ ضاويكم إياهين، فصلهين، التدريبات والسباقات إن شاء الله راح نتواصل وياكم لحظة بلحظة. لهنا ننهي الفيديو وأترككم في رعاية الله.